ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده معانا النهارده الكشري المصري. الكشري المصري ده معمول في حله واحده، وعايزه اقول لكم كمان مش انا اللي عاملاه خالص، اللي عامله ندى بنتي ونور بنت اختي. ندى عندها في ثالثه اعدادي ونور في اولى اعدادي، وبصراحه بحب ان انا اسيبهم لما تكون نور عندي، هي ونور وندى يدخلوا المطبخ ويعملوا اللي هم عايزينه. فقالوا انتي عملتي قبل كده الكشري اللي هو كل حاجه لوحدها، وبرضه هحط لكم في صندوق الوصف احنا هنعمل الكشري ده. قلت لهم خلاص براحتكم اعملوا. بصراحه النتيجه طلعت ممتازه جدا، وهسيبكم دلوقتي معاهم يقولوا لكم هم عملوه ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي احنا هنعمل الكشري المصري اللي في حله واحده. معانا دلوقتي كوبايه رز مغسوله ومتصفي، ومعانا هنا 3 بصلات متقطعه جوليا وعليها معلقه نشا ورشه ملح، ومعانا هنا كوبايه عدس بجبه منقوع ربع ساعه، ومعانا هنا نص كوبايه شعريه، ومعانا هنا التوم ده كان متفرز في الفريزر. هنقسمه على الصلصه والدقه. معمول على القناه هينزل. لو عندكم الصلصه دي دلوقتي كانت عندنا في الفريزر، اختياري على حسب هتعملي الطماطم عادي ولا لا. ودي دلوقتي المكرونة. المكرونة اختياري النوع اللي انت عايزاه، دي مدورة وسباكيتي. وزي ما انتوا شايفين دي المكونات، ويلا بينا نروح نعملها على البوتاجاز. ازيكم عاملين ايه؟ انا نور، ودلوقتي هنحط زيت بكمية متوسطة، علشان بعد كده هنحط معلقتين كبار من السمنة. وطريقة عمل السمنة دي بالدهن كانت خالته هي اللي عاملاها ومحطوطة على القناة. اتمنى تخشوا تشوفوها، بجد بتبقى عاملة زي السمنة بالظبط. هنسيح السمنة ونيجي تاني. ودلوقتي بعد ما سيحنا السمنة هننزل عليها بالبصل واللي محطوط عليه معلقة النشا، وجيت ندى قالتهولكوا، وهنتفرده بس كده في الحلة ونسيبه لغاية لما يدي لون ونرجع له تاني. والوقت بعد ما ادى لون شوية قليل من تحت، هنبدأ نقلبها تقليبة بسيطة جدا، وبعدين هنسيبها تاني. وبعدين كنا هنداوم على كده. وبعدين دلوقتي هنطلعها من الزيت على منديل بتاع المطبخ في طبق، ولازم نصفيه كويس. وبجد البصل طلع قرمشته جميلة جدا. والزيت اللي بقى احنا كنا منقصين منه الكمية وحطينا فيه شعرية. والوقت هسيبكم مع ندى تقولكوا ايه اللي حصل. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين دي الشعرية احنا حطيناها في الزيت اللي طلع من البصل، وبدأنا ان احنا نقلب فيها باستمرار عشان يبقى اللون متوحد. وبعد ما خدت اللون الذهبي اللي قدامكم ده، نزلنا عليها بالرز اللي كان متصفي وشوحناهم مع بعض. وزي ما انتوا شايفين كده، بعدين صفينا العدس اللي بجبة ونزلنا على المكونات التانية، هنبدأ نقلبهم مع بعض. وزي ما انتوا شايفين بعد ما اتقلبوا مع بعض كده، نزلنا عليهم بالمكرونة المدورة. اي مكرونة كانت مدورة او معوجة انزلي بيها، لكن خلي الاسباجيتي على الوش. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما نزلنا بيها وقلبناها، هننزل عليها بمعلقة فلفل اسمر، وهنحط معلقتين ملح، وهنبدأ نقلب كده بقى، وهنحط عليهم رشة كمون. طبعا بعد ما عملناهم كده هنسويها وننزل عليها بالمكرونه الاسباجيتي حسب التقطيعه اللي انت عايزاها، طويله او قصيره، وهنحطها على الوش كده. وزي ما انتوا شايفين بعد ما حطيناها، انا كنت حاطه البراد على العين الصغيره عشان يغلي ميه مغليه عشان انزل على المكونات دي. وزي ما انتوا شايفين هنزل عليها لغايه ما اغطي الرز والحاجه وتغطوا المكرونه. وهتبدأي بقى تغرزي المعلقة في الجنب كده عشان المية تخش للنص وتنزل وتسوي بقية الأكل. وزي ما انتوا شايفين كده غطينا عليها وسبناها شوية لحد ما المية بدأت تنشف، وهنبدأ نقلب فيه. زي ما انتوا شايفين ولا عجن ولا في حاجة، هتحسوا ان هو محتاج مية لكن ان هو مش محتاج. وده دلوقتي العيش المحمر اللي احنا هنعمله عشان نقدمه جنب الكشري المصري. احنا خدنا شوية من الزيت بتاع البصل ودهنا العيش وهندخله الفرن. ودي دلوقتي الصلصة، حطينا حبة بصل
عليهم توم في حبة زيت، وشوحناهم ونزلنا عليهم بالطماطم اللي كانت متسبكة. ودلوقتي بعد ما ندى حطت الصلصة كانت تقيلة لان هي كانت متسبكة قبل كده، واللي عاوز يشوف الفيديو بتاعها يخش على القناة. وهنسيبها شوية تفك على النار، وبعدين هنحط 2.5 كوب مية علشان تفك. ودلوقتي كان البصل بتاعنا حبينا نوريهولكم لانه كان مقرمش ولونه بصراحة تحفة وكان جميل جدا. وهنرجع للصلصة، هنحط عليها معلقة ملح كبيرة ورشة كمون ونص معلقة فلفل اسود، وعلى طرف المعلقة هتحط ريحة سكر علشان يظبط الطعم، وبجد بيخلي الطعم تحفة وجميل جدا. وعلى النار هنحط كوباية مية وننزل عليها ببقية التوم عشان نعمل الدقة، ونص ليمونة نعصرها كويس، وحوالي 3 معالق خل، وهنحط عليها معلقة كبيرة من الشطة ورشة كمون ونص معلقة فلفل اسود ومعلقة كبيرة من الملح. وبعدين هننزل عليها بكرنيب من الصلصة اللي كنا سبكناها علشان ما كانش فيه مية عدس. والوقتي هسيب ندى تكمل معاكم بقية الفيديو. وده زي ما انتوا شايفين الكشري دلوقتي بعد ما اتعمل مفلفل وجميل جدا ومظبوط. انتوا في الاول هتحسوا ان هو محتاج مية، لكن هو مش محتاج. دي الصلصة بعد ما اتسبكت، والكشري المصري اهوت بعد ما خلص هنبدأ بقى نغرفه معاكم. مفلفل وجميل، مش معجن ولا حاجة نهائي، ومن شكله وريحته هيبقى جميل جدا. زي ما انتوا شايفين ده الكشري حطينا عليه الصلصة طلعت جميلة. اختياري حسب ما انت عايزاها مسبكة او مفرومة. زي ما انتوا شايفين، وحطينا عليها البصل اللي كنا محمرينه المقرمش. وزي ما انتوا شايفين دي النتيجة في الاخر، طلع جميل طعمه تحفة. زي ما انتوا شايفين دي الدقة ودي الصلصة، وده العيش المقرمش اختياري، انت حباه في الفرن او في زيت على النار. جميل جدا، وفي نفس الوقت ده تحفة جدا. في ناس هتسأل عن الحمص مش شرط، لان الحمص بيبقى عايز اللي هو اكتر من حلة، انما ده بيتعمل في وقت قصير، فالحمص هياخد وقت معاكي زي ما انت عايزة برضك. ده الكشري المصري. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ومتنسوش تحطوا لايك واشتراك. كل سنة وانتم طيبين.